الملعب ربما يكون كلام آخر. إلى الملعب، هو كان برا حدود المرمى، خطيرة يونس محمود، يونس محمود أول هدف في اللقاء، عملها السفاح. نعم نعم نعم، عملها مرة وجت في ثاني مرة، ظهر السحاب فجاء المطر، وهل يرتجى مطر بغير السحاب؟ العراقي عملها بعد غياب، ويا فرحة كل الأحباب. مشاهدينا الاعزاء، المنتخب العراقي يسجل الان على المنتخب البحريني. مبروك الهدف الاول. مبروك مبروك العراق، ان شاء الله ياخذ الكاس. ان شاء الله الكاس عراقي، من هسه اقول لك اياها، الكاس عراقي ومن الكاس فايزين ان شاء الله، وراح تجي جول ان شاء الله. فايزين عراقي عراقي عراقي. اذا مشاهدينا الاعزاء، فرحه كبيره للجمهور العراقي. في المقابل ربما البحرينيين لم يهدأوا، هدأوا شوي بعد الهدف الاول. الى حمد الشملان لرصد الجمهور البحريني. أول فرصة هدف. أول فرصة هدف. إن شاء الله الحين احنا ربعنا يتحسنون ويبون الهدف الأول. إن شاء الله الشوط الثاني يكون أحسن، نقدر نحاول نيود اللعب ونقدر نسوي اتليست فرص أكثر ونحاول نسجل. والله الحظ خدامهم، الحظ خدامهم، في اسماعيل عبد اللطيف وفوزي. والعراقيين مثل اتوقع يعني راح يعملون مثل سيناريو مباراة السعودية، شوط اول جابوا جول وقفلوا، الشوط الثاني يمكن يلعبون على فاول ولا على اي شيء، بس احنا نتمنى من ربعنا انه يلعبون كرة سريعة اسرع، كرة ارضية، يكون عندنا ثقة في نفسهم، يقطعون عنهم كرة العالة، ما راح تفيد وياهم. صوب يا ولد يا ولد يا ولد، حلوة 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 حلوة. حسين بابا يا بابا يا بابا يا بابا، انت بابا وانت بابا وانت ده انت كل حاجة يا رجل. قلبك الله عليك، الله الله عليك، الله الله عليك، قلبك الله عليك، قلبك الله عليك. تبهر اللي لقاك بلعبك ومستواك، وصل الانجاز يا احمر، وصل الله معاك. هدف تعادل في الوقت المثالي، شو تقول؟ صراحة يعني الهدف المثالي اللي جاء في شوط المباراة الأول الثاني صراحة يعني رفع معنوياتنا، وإن شاء الله يعني المنتخب البحريني يقدر يسجل الجول الثاني ويرفع رؤوسنا إن شاء الله. دام المشجعين الحلوين هني شلون ما يقدر؟ مشجعين هني شلون ما يقدر؟ قول لي انت حاشني شلون ما يقدر؟ والله اقول تو الناس والجمهور ان شاء الله بنشوف اقوال زياده حق المنتخب، والمنتخب قادر يفرح الجمهور ذي كله. الشوط الثاني بان رجال صراحة، الشوط الأول ما خذوا الجو المباراة، لكن الشوط الثاني رجال. ما يقصرون أي عليهم، والله فرحونا، وإن شاء الله الثاني جاي، الثاني بإذن الله جاي بعد. قاعدين على الفوز اليوم. إن شاء الله الفوز حقنا إن شاء الله، والكاس حقنا بعد إن شاء الله بإذن الله. ما في شيء إن شاء الله الفوز بحريني إن شاء الله، والثاني زميلي مشعل. هنا اكيد الافراح بعد خيبه الامل في الشوط الاول، عوده في الوقت المثالي، جماهير كبيره، اتصور قد يكون الاقرب للتعادل او الاقرب حتى للتاهل من خلال هدف التعادل. زميلي مشعل، مرحبا بحرينيه، شو الاجواء هناك في العراق؟ تفضل. شكرا لحمد الشملان، واعتقد بان البحرين عادوا وحاله من الذهول حقيقه عند الجمهور العراقي الان، يعني عاد البحرين عليكم. لا ان شاء الله المنتخب العراقي يعود مره ثانيه ان شاء الله. يسجل ان شاء الله الثاني، وان شاء الله احنا صاعدين للنهائي ان شاء الله. انت شفت بدت الشغلات اللي احنا قلناها، بدت الفاولات اللي غير مبرره، يعني بالاحتكاك البسيط، احنا يعني من ما حكينا الاحتكاك البسيط بدا واضح، يعني بشتى الوسائل لازم يجيبون جول، بس احنا فريقنا عازم، والعراق ان شاء الله مستمر باللعب ويجيب الثاني. دائما العراق مثل العنقاء، يصعد من جديد ويبني من جديد ويفوز من جديد، وان شاء الله الوقت موجود، وحاليا 1-1 يعني اكيد العراق منتخب الصعوبات، دائما معودنا يرفع روسنا فوق.
وصلنا للبلنتيات، شو تشوفها؟ والله ان شاء الله العراق طبعا، ان شاء الله العراق من الفائزين، ان شاء الله العراق. صعب الوضع ويعني بس ان شاء الله النور صبري قدها ويصد. هذا ضربات حظ معروفه، يعني لاعبين عالم ضيعوا فرص. البلنتيات راح يفوزون متاكد. العراق. باقي لحظات تبدا ركلات الاعصاب الترجيحيه، في ناس وايد يسمونها الاسم، ايش رايك؟ انا ما كان ودي نوصل لهاي الركلات ابدا، يعني توقعت انا تعادل في الشوطين وفي الاكسترا تايم توقعت البحرين تجيب وضيعت وايد فرص خطيره كانت. كله بيقول يا رب يا رب. احس قلبي بيطلع. محمد حسين وكل جماهير العراق بتقول يا رب. قلت لك نور يطلع اثنين وطلع واحده وبعد واحده ولعيونك. ايوه هاي لعيونك هدف، وهاي لعيونك جول، لعيونك جول، لعيون الكاس، لعيون الكاس، لعيون الكاس. حبيبي الغالي في انتظروا شويه. هاي يصدها، هاي نور راح يصدها ان شاء الله، ان شاء الله. فوزي عايش، فوزي عايش. تعادل. قاعدين على اعصابنا، وايد قاعدين على اعصابنا. يا رب نفوز يا رب. الله يستر، الله يستر. وليد سالم كان عنده اصابه، وليد سالم يا ولد يا ولد يا ولد. مسجل فوزي عايش، سيد ضياء يا ولد. باذن الله يصدها، اذا ما صدها يصد اللي وراها، واذا مو اللي وراها يصد اللي وراها. عبد الرحمن الملوت، عبد الرحمن الملوت تصدى نور. نور صبري. مبروك للعراق، مبروك للعراق، مبروك للعراق، مبروك للعراق. وايد كان خطرنا احنا نركض الركضه، ولا مره فرحنا ولا مره فرحنا. كله قهر كله قهر. ذبحنا واحنا نصبر. انا ما عندي اجابات حق ولا شيء، هم لازم يردون. كم فرصه ضيعوا، اخر امل عندنا. اول مره يتاهلون، اول مره نفرح، ما كملوا فرحتنا. لاعبين صغار يمكن ما قدروا على الضغط الجماهيري ذي وعلى البلنتيات اصلا. السيد ما قاصر الحارس، ولكن نفس ما قلت لك من قبل لاعبين صغار. 50% من قوه منتخبنا من الجمهور هذا من الحضر، بس المنتخب يحتاج له شغل اكثر. بالعكس كفوا ووفوا، وهذا كره القدم. نتمناه ان وصلنا هاي، يعني كنا جدير ان وصلنا هاي، لكن بعد هذه الكره يعني. ليش البحرين ما قدرت تحسم الامور قبل حتى ركلات الجزاء؟ احنا ما عندنا المهاجم لو ممكن يخلص الكره للاسف. يعني في هالدوره المهاجم منا يعني حتى الجول ليانا الكره ثابته، يعني ما عندنا مهاجم يخلص الكره. هاي المشكله. شكرا. إذن زميلي مشعل، كانت هذه اجواء الجماهير البحرينيه، اكيد اجواء حزينه بعد الخروج المرير مره اخرى. الجماهير البحرينيه لا تعرف الفرح في البطولات الكرويه التي تقام على ارض مملكه البحرين. زميلي مشعل، اكيد هناك افراح والليالي الملاح، ولكن وين؟ عند العراق. تفضل يا مشعل. النهائية، العراق وصلوا إلى المباراة النهائية. مبروك مبروك. أول شيء نبارك بفضل جهود اللاعبين حققنا الفوز، وإن شاء الله ستحمل الكأس العراقية. الكأس إلنا، الكأس إلنا. قلنا لك نور يصد اثنين.
مبارك. انا قلت لك نوري صد ضربتين، صد لو ما صد؟ هاي وحده وهاي بوسه لحم السلطان. الله يبارك فيك، وقلت لك ولعنا 5 مو 2 5 ان شاء الله ان شاء الله. والكاس لنا، الكاس عراقي وان شاء الله العراقيين ما يخيبون سود. العراق 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 العراق، قلت لك يفوز العراق. والعراق عراق 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 عراق. هذا العراق، هذه راية الله أكبر رفعها المنتخب عالي، وإن شاء الله رايتنا دائما عالية. مبروك للجماهير العراقية في كل مكان، ألف ألف مبروك. العراق وصلت إلى المباراة النهائية، وهذا طبعا متوقع على المستوى اللي قدموه العراقيين. نبارك للإماراتيين الوصول للنهائي، ونقول هارد لك للبحرين وجماهيره، وهارد لك أيضا للكويت وجماهيرها. مشاهدينا نلقاكم إن شاء الله في المباراة النهائية. حتى ذلك الحين تقبلوا تحية فريق العمل كله بدون استثناء، فريق عمل برنامج فضفض. نلقاكم في النهائي، إلى اللقاء.